أهلا بكم أبطال سنة رابعة. النهاردة هناخد الدرس الثالث في الوحدة الأولى بعنوان المشاركة في صنع القرار في بلدنا، وهناخد درس عن رحلة حول العالم اللي هي دولة كندا. تمام؟ طيب، أولا صنع القرار. صنع القرار ما المقصود به؟ هو تحديد بدائل متعددة واختيار الأفضل منها لحل مشكلة أو تحقيق هدف معين. عايز من حضرتك بس تركز معايا شوية، لأن الدرس ده فيه معاني كلمات كبيرة شوية. هنحاول إن شاء الله إن احنا نبسطها مع بعض. بيقول لي صنع القرار هو تحديد بدائل متعددة واختيار الأفضل منها لحل مشكلة أو تحقيق هدف معين. زي إيه مثلا؟ مثلا انت جيت انت وزمايلك اتفقتوا ان انتوا هتلعبوا كورة النهاردة. تمام؟ انت وزمايلك هتلعبوا كورة النهاردة، وفي ملعب ورا البيت بتاعكم، وقلتوا لو الملعب ده اللي ورا البيت مشغول او محجوز، يعني مفيش مكان تلعبوا فيه، هتروحوا الملعب اللي في اخر الشارع. في ملعب تاني في اخر الشارع. تمام؟ كده انتوا عملتوا بديل. تمام؟ يا اما الملعب اللي ورا البيت يا اما الملعب اللي في اخر الشارع. تمام؟ وفي واحد صاحبك من زمايلك اللي بتتفقوا مع بعض قال لك طيب لو الاتنين مشغولين، في برضو عندي ورا البيت في ملعب تاني نروح نلعب فيه. يبقى انتوا كده عملتوا بدائل متعددة، بديل. لو الملعب ده مش موجود يبقى فيه واحد تاني، طب لو مش موجود الاتنين يبقى فيه ملعب تالت. تمام؟ ده اسمه صنع القرار. صنع القرار. احنا عايزين نحقق هدف اللي هو نلعب كورة، فعملنا بدايل. والله في ملعب ورا البيت عندي وفي ملعب في اخر الشارع، ولو الاتنين محجوزين مشغولين يبقى في ملعب تاني ورا بيت واحد صاحبنا. تمام؟ طيب، كده فهمنا يعني ايه صنع القرار، اللي هو تحديد بدائل متعددة واختيار الافضل منها لحل مشكلة او تحقيق هدف معين. والله سواء في مشكلة او ان احنا مثلا عايزين نحقق هدف، نعمل حاجة. تمام؟ طيب، بيقول لي قد يتخذ القرار اما بواسطة فرد واحد بمفرده. يعني ممكن القرار ده انت بس اللي تقوله، احنا هنلعب في الملعب اللي ورا البيت، وكلنا نمشي معاك نروح معاك. تمام؟ او يشارك في صناعة القرار مجموعة من الاشخاص، يعني انت وزمايلك كل واحد بيقول رأيه. انت قلت والله الملعب اللي ورا البيت عندي، في واحد تاني قال لك لا نلعب في الملعب اللي في اخر الشارع احسن من ايه من ده. في واحد تاني قال والله انا عندي برضو جنب البيت عندنا في ملعب ده كويس جدا والارضية بتاعته كويسة. تمام؟ فممكن يبقى القرار واحد بس واحنا كلنا نمشي معاه، او يشارك في صناعة القرار مجموعة من الايه من الاشخاص. فهمنا يعني ايه صنع القرار؟ طيب، بعد كده بيقول لي المشاركة في صنع القرار. المشاركة في صنع القرار يعني ايه؟ يعني اشراك المواطنين، اشراك الناس هم كمان هيقولوا رأيهم في عملية اتخاذ القرار. انت دلوقتي لما قلت انا هروح الملعب اللي ورانا نلعب فيه، تمام، بس انت خدت رأي اصحابك. ففي واحد صاحبك قال لك لا هنروح مثلا الملعب اللي في اخر الشارع ده احسن، وفي واحد تاني قال لا الملعب اللي جنب البيت عندنا احسن. تمام؟ يعني اشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم. دي يعني المشاركة في صنع القرار. طيب، هتتوضح اكتر لما نشوف بعد كده خطوات صناعة القرار السليم. خطوات صناعة القرار السليم. عشان اطلع قرار سليم اشوف انه ملعب احسن فعلا من الملاعب الثلاثة اللي انت اخترته او زميلك التاني،
لكي نصنع قرارا سليما نمر بعدة خطوات مهمة. زي ايه؟ بقول له تحديد المشكلة او الهدف. احنا دلوقتي الهدف بتاعنا ان احنا عايزين ملعب نلعب فيه كورة. طب جمع المعلومات، انت قلت ان الملعب اللي ورا البيت عندي الارضية بتاعته كويسة. في واحد تاني قال لك ده الملعب اللي جنبنا ده لسه مبني، كل حاجة فيه جديدة، حتى الكورة اللي فيه جديدة. تمام؟ فدي جمع معلومات اهي، انا بجمع معلومات عن الملعب. طيب، وضع بدائل لحل المشكلة او تحقيق الهدف. انت حطيت بدائل كده انت واصحابك، قلتوا يا الملعب ده يا الملعب ده يا الملعب ده، ادي ايه؟ 3 بدائل اهم. طيب، التفكير في ايجابيات وسلبيات كل بديل. اشوف ايه الكويس في الملعب اللي انت اخترته، وايه الكويس في الملعب اللي صاحبك اختاره، وايه في الملعب اللي صاحبك التالت اختاره. اشوف الايه؟ الحاجة الكويسة والحاجة الوحشة، ونختار احسن واحد فيهم. وبعد كده اختيار افضل البدائل، نختار بقى ونتفق انه ملعب هنروحه، انه ملعب هنروحه. بعد كده تنفيذ القرار. خلاص احنا بقى اتفقنا ان احنا هنروح الملعب اللي في اخر الشارع، هو ده احسن واحد فيه، ورحنا هناك. تمام، يبقى احنا كده ايه؟ اخترنا الملعب وخدنا القرار خلاص، وهننفذه ان احنا هنروح الملعب اللي في اخر الشارع. طيب، معاودة اختيار بديل آخر في حال لم يصلح البديل الذي تم تنفيذه. طب لو رحنا الملعب اللي في آخر الشارع خلاص اتفقنا عليه، بس طلع محجوز، في ناس كتير بتلعب ومفيش مكان النهاردة، فبنختار بديل تاني. نقول مثلا ايه؟ هنروح الملعب اللي عند صاحبنا التالت، اللي هو كان بيقول ده ملعب جديد لسه معمول والكور فيه جديدة، خلاص نروح على ده. تمام؟ يبقى رقم 1 تحديد المشكلة أو الهدف، 2 جمع المعلومات، 3 وضع بدائل، 4 التفكير في الإيجابيات أو السلبيات، 5 اختيار أفضل البدائل، 6 تنفيذ القرار، 7 معاودة اختيار بديل آخر في حال لم يصلح البديل الذي تم تنفيذه. تمام؟ لما بيجي في الامتحان بيقول لك مثلا اكتب 2 من خطوات صناعة القرار، فانت بتحفظ 2 من الخطوات. بتحفظ مثلا تحديد المشكلة وجمع المعلومات، او مثلا تحفظ 3 تحديد المشكلة وجمع المعلومات ووضع بدائل لتحقيق لايه؟ لحل المشكلة او تحقيق الهدف. تمام؟ احفظ 3 من دول واكتبهم. طيب، بيقول لي التفكير في الإيجابيات والسلبيات قبل اتخاذ القرار مهم جدا. بما تفسر ليه؟ احنا لما قعدنا مع بعض عشان نختار الملعب، مش احنا كده فكرنا في ايه الحاجات الكويسة في الملعب ده، وايه الحاجات الكويسة في الملعب ده، وايه الحاجات الوحشة في ده، وايه الحاجات الوحشة في دي؟ يبقى احنا كده فكرنا في الإيجابيات والسلبيات قبل ما ناخد القرار، قبل ما نقول هنلعب في انه ملعب. تمام؟ ده بيعمل ايه؟ بيساعدنا على اختيار القرار الصحيح، على اختيار الملعب الصحيح. لما نعمل كده ونفكر في الايجابيات والسلبيات، الحاجات الكويسة والحاجات اللي مش كويسة، ده بيساعدنا على اختيار القرار الصحيح وتجنب الوقوع في الاخطاء. تمام؟ طيب، بعد كده بيقول لي نموذج على المشاركة في صناعة القرارات، أمثلة يعني. بيقول لي احنا بناخد قرارات في حياتنا كل يوم. تمام؟ رقم 1 على مستوى الأسرة، قد تتخذ الأسرة قرارات كثيرة معا. يعني مثلا انت وباباك ومامتك واخواتك ممكن تشتركوا في صناعة قرار. ازاي؟ مثلا بابا جه وقال احنا هنقضي الاجازة السنة دي في اسكندرية، فانت قلت لا يا بابا والله احنا ممكن نقضي الاجازة دي في شرم الشيخ. مثلا جت مامتك قالت لا احنا ممكن مثلا نروح نقضي الاجازة في الساحل. تمام؟
بتختاروا كده، عملية مشاركة في صناعة القرار. انت قلت رأي، وبابا قال رأي، واخواتك قالوا رأي، وكده. تمام. طيب، او مثلا اتفقتوا ان انتوا ان بابا قال هشتري هيشتري لك كوتشي جديد، فانت قلت له لا انا مش عايز كوتشي، انا عايز مثلا جاكيت جديد، بنطلون جديد. تمام. واتفقتوا ان انتوا هتجيبوا جاكيت. يبقى كده ايه؟ انتوا عملتوا مشاركة في صنع القرار في تحقيق هدف معين. تحقيق الهدف المعين اللي هو ان احنا هنشتري ليك حاجة. بابا قال هيجيب لك مثلا كوتشي، وانت قلت لا انا عايز مثلا جاكيت. يبقى دي ايه؟ برضو من الحاجات اللي بنتفق او بنتشارك في القرار. بيقول لي زي تحديد مكان قضاء الاجازة، زي ما قلنا، او الاتفاق على شراء اشياء مهمة للمنزل، او وضع قواعد تنظيم الوقت. يعني مثلا والدك جه قال التليفون مش هتمسكه الا ساعة بس واحدة في اليوم، من الساعة 5 ل6. كده ده ايه؟ اتفقنا وانت قلت له تمام. يبقى انتوا كده اشتركتوا في صنع قرار اللي هو تنظيم الوقت بتاع الموبايل في اليوم، ان هو ساعة واحدة من 5 ل6 مثلا. او اختيار مدرسة جديدة لأحد الأبناء. والدك جه قال انت هتخش المدرسة مثلا اسمها مدرسة الأندلس. قلت له لا يا بابا، انا مثلا في مدرسة تانية وفيها صحابي كتير داخلينها، اسمها مثلا مدرسة الفردوس. تمام. يبقى احنا ايه؟ اشتركنا في قرار، صنع قرار ان هو بلاش المدرسة دي وهنخش المدرسة دي. تمام. طيب، بيقول لي مشاركة الجميع في صنع هذه القرارات، ما النتائج المترتبة على ايه اللي حصل بعد مشاركة الجميع في صنع القرارات؟ اقول له تجعلنا نتعلم التعاون وتحمل المسؤولية. يبقى لما يجي لي سؤال ما النتائج المترتبة على ايه اللي حصل لما الجميع اشترك في صناعة القرارات، اقول له تجعلنا نتعلم التعاون وتحمل المسؤولية. تمام. طيب على مستوى المدرسة، احنا كده خلصنا على مستوى الأسرة. طب على مستوى المدرسة اللي انت فيها بقى، المدرسة مكان مهم نتعلم فيه ونشارك في صنع بعض القرارات داخلها. زي ايه؟ زي اقتراح قواعد الصف مع معلم الفصل. دلوقتي المدرس بيكلمكم مثلا بيقول لكم ان احنا كل يوم هيكون في مثلا واجب مطلوب مننا نعمله. ففي واحد مثلا قال له ما ينفعش مثلا يا مستر نخلي الواجب مثلا يوم ويوم، لان احنا بنذاكر مواد كتير وبنتعب. فراح قايل ماشي خلاص هنخلي الواجب يوم بعد يوم. كده انتوا اشتركتوا في ايه؟ في وضع قواعد للصف. او اختيار قائد للفصل. ممكن بنعمل قائد للفصل بنختاره احنا كلنا، بنختار مثلا في عمر وهيثم ومحمود، فاحنا كلنا قلنا والله محمود هو اللي هيبقى قائد الفصل. فكده يبقى ايه؟ احنا خدنا شاركنا في صنع قرار وهو اختيار قائد للفصل. اختيار نشاط مدرسي نشارك فيه. مثلا المدرسة قالت ان في مسابقة رسم او مسابقة كرة قدم، انتوا تحبوا تشتركوا في ايه؟ فمعظم الطلبة قالت احنا هنشترك في مسابقة كرة القدم. فاحنا كده اشتركنا في صنع ايه؟ القرار لتحقيق هدف، وهو مثلا مباراة كرة القدم. بلاش النشاط بتاع الرسم وهنخليها مثلا نشاط كرة قدم. تمام. يبقى هذه المشاركة تجعلنا نشعر بالمسؤولية. احنا كده بنشعر بالمسؤولية لما نحدد مثلا مع المعلم نقول له خلي الواجب يوم بعد يوم بلاش كل يوم، عشان ايه؟ ما نتعبش او كده، او المواد كتير. يبقى احنا كده
نشعر ان في مسؤولية، ونفهم معنى التعاون واحترام آراء الآخرين، وتنمي لدينا مهارة القيادة. يبقى المشاركة في صناعة القرار بتجعلنا نشعر بالمسؤولية، نفهم معنى التعاون واحترام آراء الآخرين، وتنمي لدينا مهارة القيادة. تمام؟ طيب، في بقى على مستوى المجتمع، على مستوى البلد كلها، على مستوى مصر كلها، بيقولي هناك قرارات فردية أو جماعية تؤثر على المجتمع ككل وتتعلق بالحياة العامة. الحياة العامة يعني عامة الناس، يعني كل الناس اللي في البلد. تمام؟ زي ايه؟ زي مثلا اختيار رئيس مجلس المدينة او رئيس الوحدة المحلية في القرية. كل مدينة او كل قرية بيبقى ليها رئيس. تمام؟ كل مدينة او قرية بيبقى ليها رئيس، وكل بلد ليها رئيس. في رئيس الجمهورية، ده بيبقى رئيس البلد كلها، وفي رئيس مدينة او قرية. تمام؟ فاحنا بنختار الناس دي لما بنيجي لسن معين، بتيجي لسن معين بيبقى ليك بطاقة ان انت تنتخب. تمام؟ تخش الانتخابات. مش بتسمع كلمة الانتخابات؟ هيجي لك سن تبقى انت ممكن تروح تختار اللي انت عايزه. تمام؟ وفي قرارات جماعية زي مثلا قرار بناء حديقة او انشاء مستشفى. والله المحافظة اللي احنا فيها المحافظ قرر ان هو هيعمل مستشفى في الحتة دي او في المكان ده. ده برضو اسمه ايه؟ قرار. والمشاركة في المبادرات العامة زي حملات زراعة الاشجار او النظافة. يبقى دي على مستوى الايه؟ المجتمع. على مستوى المجتمع. طيب، بيقول لي حقائق تاريخية. بيقول لي حرب اكتوبر السادس من اكتوبر سنة 73 ميلادية، 1973، كانت من اروع الامثلة على المشاركة في صنع القرار. ازاي؟ حرب اكتوبر دي كانت بين مصر واسرائيل. اسرائيل كانت محتلية سيناء، كانت واخداها مننا بالقوة. تمام؟ فكان لازم نحاربهم عشان نرجع سيناء. ففي قرار اسمه قرار الحرب. كان رئيس الجمهورية في الوقت ده اسمه الرئيس محمد أنور السادات. محمد أنور السادات كان بياخد رأي القادة بتوع الجيش، كذا قائد كده، بياخد رأيهم. امتى هنحارب؟ دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. طب هنحارب ازاي؟ طب هنعمل ايه؟ لازم كان يبقى فيه مشاركة. فدي كانت من اروع الامثلة اللي بتثبت المشاركة في صنع القرار. تمام؟ بيقول لي دلل. كانت حرب السادس من اكتوبر سنة 1973 من اروع الامثلة على المشاركة في صنع القرار. اقول له حيث شارك جميع قادة الجيش في اتخاذ قرار حرب اكتوبر 1973 مع القائد الاعلى للقوات المسلحة. القوات المسلحة يعني الجيش. القوات المسلحة بتتقال لفظ كده على الجيش، وهو رئيس الجمهورية الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ده الرئيس محمد أنور السادات، ودول قادة الجيش اللي كانوا معاه. تمام؟ كان بياخد رأيهم في ان احنا هنحارب ازاي ونحارب امتى وكده. تمام؟ طيب، أهمية صنع القرار. تساعدنا صناعة القرار على عيش حياة أفضل. طبعا بتساعدنا في عيش حياة أفضل. طب ازاي؟ أقول له عندما نشارك في صناعة القرار نتعلم حل المشكلات، الشعور بالمسؤولية، التعاون والاحترام، تعزيز الثقة بالنفس، يكون عندك ثقة في النفس كده وانت بتصنع القرار،
واحترام آراء الآخرين. لو في رأي تاني أحسن من الرأي بتاعي يبقى ننفذه، يبقى ده أنا كده بحترم آراء الآخرين. تمام؟ طيب بيقول لي كل قرار نتخذه له نتيجة وعلينا أن نتحملها ونتعلم منها. زي القرار بتاع الملعب، احنا اخترنا الملعب اللي في آخر الشارع، خلاص نروح ونشوف بقى، احنا كده هنتحمل المسؤولية بتاعت الايه، بتاعت اختيارنا. لقيناه مشغول خلاص مش هنكمل وهنلعب مثلا بكرة في ملعب تاني. لقيناه موجود يبقى كويس، نروح نلعب الماتش بتاعنا. تمام. بعد كده بنخش على رحلة حول العالم اللي هي دولة كندا. دولة كندا بيقول لي الموقع مكانها فين؟ في قارة أمريكا الشمالية. العاصمة بتاعتهم اسمها أوتاوا. أوتاوا. بيقول لي التوقيت بين البلدين، لو في مصر الساعة 2 الظهر هيبقى في كندا الساعة 7 الصبح. طيب الطبيعة بيقول لي يوجد بها واحدة من أكبر غابات العالم من حيث المساحة، وتغطي 50% من مساحة الدولة. نص مساحة كندا عبارة عن غابات. يوجد بها خليج هاتسن. خليج هاتسن الذي يتجمد بالكامل في فصل الشتاء. بيتجمد الخليج ده في فصل الشتاء. طيب السكان يشتهر شعبها باللطف ولديهم احترام كبير للثقافات المختلفة حول العالم، ويعيش بالدولة كثير من الأجناس المختلفة. كلمة الأجناس يعني أنت جنسيتك إيه؟ تمام؟ يعني مصري ولا سعودي ولا ياباني ولا صيني ولا أمريكي. دي معنى كلمة الجنسية. جنسية الفرد اللي هو أصله من البلد بتاعته. أنا مصري مثلا وعايش في كندا، أنا ياباني وعايش في كندا. تمام؟ طيب اللغة الرسمية هي الإنجليزية والفرنسية. هي الإنجليزية والفرنسية. بعد كده لدى كندا فائض كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية زي القمح، كما أنها تعتمد على تصدير البترول. يبقى عندها قمح وبترول. العملة الدولة الدولار الكندي. الدولار الكندي. طب المعالم السياحية، ودي حتة مهمة جدا. تتعدد بكندا المعالم السياحية، من أشهرها برج سي ان تورنتو. برج السي ان تورنتو ومنتزه بانف الوطني. ومنتزه بانف الوطني يعني حديقة كبيرة كده اسمها بانف الوطني. علاقتها مع مصر، لدى كندا تعاون مع مصر في مجالات التعليم والهجرة والطاقة. التعليم والهجرة والطاقة. بعد كده في عندي برج القاهرة. هناخد معلم عندنا بقى في مصر اسمه برج القاهرة. تم إنشاؤه عام 1961 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ده كان رئيس الجمهورية في الوقت ده سنة 1961. وصممه المهندس نعوم شبيب على شكل زهرة اللوتس. على شكل زهرة اللوتس، أحد الرموز المصرية القديمة. يبقى يجي لي صح ولا غلط؟ تم تصميم برج القاهرة على شكل زهرة الياسمين. أقول له لا غلط، على شكل زهرة اللوتس. دي أهم حتة في الإيه؟ في الدرس ده. تمام؟ نيجي لأسئلة الدرس. بيقول لي أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. قرار اختيار قائد الفصل هو مثال على ايه؟ اقول له على القرارات على مستوى المدرسة. القرارات على مستوى المدرسة. طيب المشاركة في صنع القرار تعزز ايه؟ الثقة بالنفس. بتعزز الثقة بالنفس، يعني بتزود الثقة بالنفس. طيب احد امثلة اتخاذ القرار في الاسرة، اقول له تحديد مكان لقضاء الاجازة. ده مثال على مستوى الاسرة.
طيب أولى خطوات صناعة القرار السليم هي إيه؟ هي تحديد المشكلة أو الهدف. يبقى أول خطوة في صناعة القرار هي تحديد المشكلة أو الهدف. تمام؟ طيب اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ. المشاركة في صنع القرار تعلمنا الشعور بالمسؤولية؟ طبعا صح. طيب صنع القرار لا يؤثر على وضع المجتمع؟ طبعا غلط، بيؤثر على وضع المجتمع. القرار الجيد، يعني القرار الكويس السليم، لا يحتاج إلى جمع معلومات؟ لا طبعا لازم أجمع معلومات. فاكر لما كنا بنقول الملعب، ملعب الكورة اللي احنا عايزين نلعب فيه، احنا بنجمع معلومات، هل الملعب ده كويس ولا مش كويس، بعيد ولا قريب. تمام، انا كده بجمع المعلومات عنه. طيب المشاركة في صنع القرارات تعلمنا تحمل النتائج؟ طبعا صح. بعد كده بيقول لي اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ. اشراك المواطنين في قرارات تؤثر على حياتهم تعني المشاركة في صنع القرار؟ يبقى أنا لما بشرك الناس في قرارات بتأثر في حياتهم، هو ده المشاركة في صنع القرار؟ طبعا صح. طيب تأتي خطوة جمع المعلومات قبل التفكير في إيجابيات وسلبيات كل بديل؟ صح. طيب احنا المفروض نعمل مشاركة في صنع القرار، ان الدرس ده ما يكونش على رابعة ابتدائي بصراحة يعني. رقم 3، يعد اختيار قائد الفصل من نماذج القرارات الجماعية على مستوى المدرسة. لما بختار قائد فصل من نماذج القرارات الجماعية على مستوى المدرسة؟ طبعا صح. يكفي التفكير في حل واحد لصناعة القرار السليم؟ لا طبعا، لازم افكر في كذا حل، كذا بديل، لازم يكون عندي بدائل متعددة، يبقى ده غلط. أولى خطوات صناعة القرار هو تحديد المشكلة؟ صح. إنشاء حديقة عامة هو نموذج للقرارات الفردية؟ خطأ. إنشاء حديقة عامة هو نموذج للقرارات الجماعية، ده بيبقى على مستوى المحافظة كلها. تمام، بيبقى على مستوى المحافظة أو الدولة، يبقى قرار جماعي. يجب علينا تحمل نتيجة القرارات التي نتخذها؟ طبعا صح. المشاركة في المبادرات العامة هو قرار على مستوى الأسرة؟ عامة يعني الناس كلها، يبقى ده على مستوى الأسرة؟ لا طبعا خطأ. يشعر الطلاب بالمسؤولية عندما يشاركون في وضع قواعد الصف؟ صح. تقل الثقة بالنفس عندما نحترم آراء الآخرين؟ لا طبعا خطأ. دي بتعزز الثقة بالنفس، بتزود الثقة بالنفس لما بحترم آراء الآخرين. قامت حرب أكتوبر 1973 بناء على قرار فردي؟ يعني مثلا رئيس الجمهورية بس هو اللي خده؟ لا، ده رئيس الجمهورية تعاون مع قادة الجيش، يبقى ده غلط طبعا، قرار جماعي. نتعلم معنى التعاون وتحمل المسؤولية عندما نشارك الأسرة في اتخاذ القرار؟ صح. تساعد القرارات الفردية في اختيار الأفضل؟ لا طبعا غلط، لازم قرارات جماعية، لازم انت واصحابك تفكروا في الهدف بتاعكم، ما تفكرش انت لوحدك. طيب احترام آراء الآخرين يعزز روح الفريق والتعاون؟ يعزز يعني يزود روح الفريق والتعاون؟ طبعا صح. يشغل رئيس الوزراء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ لا طبعا غلط، رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. تركز المشاركة في صنع القرار على، تركز المشاركة في صنع القرار على إشراك المواطنين ولا فرض الآراء ولا تجاهل آراء الآخرين ولا اتخاذ قرار فردي؟ لا طبعا إشراك المواطنين.
القرار الذي يساعد على تحقيق الأفضل للجميع هو القرار الجماعي. القرار الجماعي هو أفضل قرار، أفضل من القرار الفردي بكتير. طيب أولى خطوات صناعة القرار السليم تحديد المشكلة. تحديد المشكلة. طيب رقم 4 تحديد مكان قضاء الأجازة. أحد القرارات الخاصة بإيه؟ الأجازة عايزين نقضيها، بتفق أنا ومين؟ أنا ووالدي ووالدتي، يعني الأسرة. يبقى الأسرة. إهمال خطوة جمع المعلومات، إن أنا ما أجمعش معلومات عن الملعب اللي أنا عايز ألعب فيه كورة قبل صنع القرار يؤدي إلى صنع قرار إيه؟ ضعيف. قرار يبقى قرار ضعيف. ما جمعناش معلومات عن الملعب اللي احنا رايحينه، رحنا لقينا الملعب وحش جدا، يبقى احنا كده ايه؟ خدنا قرار ضعيف ان احنا نروح نلعب في الملعب ده، قرار مش سليم. تمام. طيب اي مما يلي يعد من نتائج المشاركة في صنع القرار؟ ضعف الثقة. يعني المشاركة في صنع القرار هتضعف الثقة؟ لا طبعا. احترام الآراء، هي احترام الآراء. تاني خطوات صناعة القرار السليم ايه هي؟ جمع المعلومات. يبقى اول خطوة هي ايه؟ تحديد المشكلة. وتاني خطوة جمع المعلومات. تركز على الخطوتين الاولى والتانية. الاولى تحديد المشكلة، التانية جمع المعلومات. بما تفسر ليه اهمية المشاركة في صنع القرار. اقول له تنمي الشعور بالمسؤولية والتعاون واحترام آراء الآخرين. بس تنمي الشعور بالمسؤولية والتعاون واحترام آراء الآخرين، دي أهمية المشاركة في صنع القرار. احفظها كده، تنمي الشعور بالمسؤولية والتعاون واحترام آراء الآخرين. طيب تعد القرارات الجماعية أفضل من القرارات الفردية. ليه؟ أقول له لأن القرارات الجماعية تساعد في تحقيق الأفضل للجميع. أهمية مشاركة الأطفال في قرارات الأسرة. ليه؟ لازم الأب والأم بياخدوا آراء أبنائهم. أقول له لتعلمهم التعاون وتحمل المسؤولية. لتعلمهم التعاون وتحمل المسؤولية. طيب ليه كانت حرب أكتوبر عام 1973 نموذجا على المشاركة في صنع القرار؟ أقول له لمشاركة جميع قادة الجيش مع رئيس الجمهورية في اتخاذ قرار الحرب. كل القادة اتفقوا مع رئيس الجمهورية وشاركوه في اتخاذ قرار الحرب. طيب ما النتائج المترتبة على مشاركتك في صنع القرارات على مستوى أسرتك؟ لما أنت بتشارك الأسرة، باباك ومامتك وإخواتك في صنع قرار، إيه اللي بيحصل؟ أقول له يؤدي إلى تعلم التعاون والشعور بالمسؤولية. طيب ما النتائج المترتبة على إيه اللي هيحصل من إهمال التفكير في إيجابيات وسلبيات كل بديل قبل اتخاذ القرار؟ لو احنا ما فكرناش ايه مزايا الملعب ده والملعب التاني وانه كويس وانه وحش، ايه اللي هيحصل؟ يؤدي الى صناعة قرارات خاطئة. هنختار ملعب مش حلو. تمام. طيب ايه اللي حصل بعد مشاركة الطلاب في القرارات المدرسية؟ واللي يؤدي الى شعورهم بالمسؤولية واحترام آراء الآخرين وتنمي لديهم مهارات القيادة. طيب تجاهل آراء بعض أفراد المجموعة عند اتخاذ قرار جماعي. لما بنعمل قرار جماعي وكلنا بنتفق عليه، بس انت لا قلت لا مش هنفذ اللي هم اتفقوا عليه، ده ايه اللي بيحصل؟ هو اللي يؤدي إلى عدم الشعور بالمسؤولية وفقدان الثقة بالنفس وعدم احترام آراء الآخرين. طيب دلل، اثبت، هات دليل على ان تتعدد خطوات صنع القرار السليم. يكتفي بخطوتين. قول خطوتين. اقول له تحديد المشكلة واختيار افضل البدائل، او تحديد المشكلة وجمع المعلومات. تمام. طيب
دلل على ان القرارات الجماعية افضل من القرارات الفردية. اقول له لان القرارات الجماعية تحقق الافضل للجميع، تحقق الافضل للجميع وتنمي التعاون واحترام اراء الاخرين. بكده نكون خلصنا الدرس الثالث في الوحدة الاولى. تمنياتي بالتوفيق والنجاح، مستر احمد الباشا.